إزاي كنت باذاكر المواد اللي فيها تطبيق وحل وباجيب فيها تقدير عالي. أول وأهم حاجة إن تقديرك في أي حاجة بتجيبها ده بيكون توفيق من ربنا. تاني حاجة إن أنا بابُص على المادة، باشوف المادة اللي أنا هاذاكرها دي ذاكرتها قبل كده والّا لأ. طب ليه؟ لإن المذاكرة هتختلف. لو المادة أنا ذاكرتها قبل كده فأنا بس هاعتمد في مذاكرتي إن أنا باعمل recap على كل اللي أنا ذاكرته، باشوف بس إيه القوانين اللي أنا أخدتها، لإن طبيعي وأنا باذاكر باكون مثلًا واخدة notes أو حاجة، فأنا مجرد بس من إن أنا بالخّص القوانين بتاعة كل chapter واكتبها بس في ورقة، عشان بس لمّا أحل يكون عندي حاجة واحدة بس باحل منها، ما اكونش باحل من كذا حاجة. طب لو المادة دي أول مرة إن أنا أذاكرها ومثلًا عندي امتحان بكرة أو امتحاني قرّب وما فيش وقت، باشوف بقى أنا عندي كام chapter المفروض يتذاكر، وسواء أنا هاسمع record أو هاسمع فيديو للشباتر دي، أو إن أنا مثلًا هاشوف حد من صحابي عامل ملخص للchapter أنا أمسك الملخص ده وأذاكر منه. أيًا كان المصدر اللي أنا هاذاكر منه، المهم إن أنا هاعتمد في مذاكرتي إن أنا باذاكر وباراجع وباحفظ وبافهم كله في نفس الوقت، لإن بعد كده ما فيش وقت إن أنا أرجع إن أنا أجيب المادة تاني. مثلًا يعني هامسك الchapter وأبدأ إن أنا أسمع له record أو فيديو، وبعدين أبدأ إن أنا ألخّص القوانين بتاعته واحفظها في نفس الوقت. وبعد ما ألخّصها أبدأ إن أنا أعملها في ورقة كده كملخص للقوانين بتاعتي كلّها، زي ما قُلت قبل كده برضه علشان دي حاجة بتسهّل عليَّ الحفظ وبتسهّل عليَّ المذاكرة، وكمان إن أنا أمّا آجي أحل أكون باحل من حاجة واحدة بس. وحاجة مهمة جدًا لو أنا باذاكر المواد سواء كانت مثلًا statistics إحصا أو مادة أو إحصا بالعربي، أو مثلًا عندي مادة accounting أو حاجة، أي حاجة باذاكرها بابدأ إن أنا أحل عليها في نفس الوقت. يعني مثلًا لو أنا هاذاكر 3 شباتر فما باعتمدش إن أنا باذاكر ال3 شباتر كلّهم وبعد كده بارجع إن أنا أحل عليهم، هاجي ألاقي القوانين كلّها اتنست وأنا أصلًا مش فاكرة باحل إزاي ولا أي حاجة. فطالما أنا باذاكر لأول مرّة، فأنا مثلًا في قانون معيّن هاذاكره أبدأ إن أنا أحل عليه على الأقل سؤال أو سؤالين عشان أثبِّت المعلومة. والأهم طبعًا من ده كلّه هو الحل. ما ينفعش إنك تذاكر بنسبة 100% وتكون مذاكر الشباتر كلّها وتروح الامتحان مش حالل، هتلاقي القوانين دخلت كلّها في بعض، أنت مش عارف بتحل إزاي أصلًا، مش عارف لو مدّيك مثلًا معطيات تستخدم قانون إيه. فلازم الحل. شوف بقى الأسئلة اللي نازلة عندك، أسئلة مذكرات نازلة، مذكرات خارجية مش مشكلة، أسئلة الدكاترة بتدّيها في السكاشن، أسئلة الدكاترة بتدّيها في المحاضرات، أو أسئلة امتحانات السنين اللي فاتت، أي أسئلة موجودة تتحل. لإن دي اللي بتفهّمني السؤال بييجي إزاي أو الدكاترة بتفكّر إزاي. حتى لو ما فيش أي مصدر من المصادر دي، اعتمد في حَلّك أيام الامتحانات عادي، ما فيش الأسئلة اللي الدكاترة بتحلّها معاك في المحاضرة، اللي هي أصلًا بتشرح بيها، ما فيش مشكلة. وطبيعي وأنت بتحل هتلاقي في حاجات كتير أوي أنت مش عارف تحلّها إزاي، خصوصًا في الMCQ، لإن إحنا لمّا بنكون متدرّبين على الحل كessay بنيجي والدكاترة بتحل معانا كده أصلًا في أيام المحاضرات، بنيجي إن إحنا بعد كده بنتفاجئ بطريقة حل أسئلة MCQ وطريقة أصلًا السؤال مختلف وإزاي إحنا مش عارفين نحلّه. فعشان كده باتّك جدًا على حتّة إن أنت تحل. وتحل كتير أوي كمان في الmid term، ما تعتمدش مثلًا سؤال أو سؤالين وخلاص، لأ تحل كتير جدًا، لإن كل سؤال بيكون بفكرة مختلفة. أي سؤال أنت مش عارفه وشوف طريقة الحل، السؤال بيتحل إزاي بس، وامشي على نفس الخطوات اللي هو عاملها وحله بإيدك مرة و2.